أبو تريكة بيوجه رسالة نارية لمسؤولي لجنة التحكيم بعد الجدل حول مباراة الزمالك والبنك الأهلي. وجه نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة رسالة قوية لمسؤولي لجنة التحكيم المصري بعد الأحداث الجدلية الأخيرة بسبب مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. وقال تريكة في تصريحاته: ستظل تستمعون لكلام كثير عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لكن بكل صراحة أنا منزعج جدا مما يحدث. هل معقول كل يوم أحد أفراد المنظومة التحكيمية عبر شاشات التلفزيون؟ وتابع تريكة: هل هذا معقول؟ كل يوم شخص يظهر بعد بطولة السوبر المصري التي كان يظهر فيها أفراد المنظومة كل يوم. اهدوا شوية عشان الدنيا تهدى يا جماعة. وأضاف تريكة: تردد إن طاقم الفار سيتعرض للإيقاف لمدة شهرين، وإن الكابتن محمد عادل سيتم إيقافه أسبوع ثم يعود ويدير مباريات في دوري المحترفين فترة ثم يعود للممتاز. وشدد تريكة: الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم، تحدث أخطاء مؤثرة جدا في الدوري الإنجليزي والأسباني والمصري، لكن هنا نجعل الأمور أهلي وزمالك، وهذا الأمر تسبب في حالة احتقان زادت جدا. واختتم تريكة: أتمنى أن يكون عندنا حالة من الهدوء، وأول الناس تهدى هم المسؤولين أنفسهم، ولو وضعوا مبدأ إن لابد أن يهدأوا الأمور ستتحل بإذن الله في الفترة القادمة.